حكاية واحدة مصرية قوي، حكاية من حكاية حب مصر. واحدة عاشقة التراب، كانت موجودة في أرض الميدان 25 و30 يونيو. الذكرى الصعب اللي في قلوبنا كلها وفي عقولنا ما بننساهاش أبدا. شوفنا كلنا أيام صعبة، كلنا فاكرينها طبعا، ويا رب كلنا نفتكرها. احنا كلنا بنعاني من الغلاء، وبنعاني من المعيشة، وبنعاني من كل حاجة، بس التوابع اللي حصلت لنا هي اللي وصلتنا لكده. لازم تعرفوا كده يا شعب مصر، كلنا بنعاني من اللي حصل لنا واللي جرى لينا والضحك علينا، الضحك على الناس الغلابة الطيبين، شعب مصر الطيب، بالزيت والسمنة والحاجات اللي انتوا فاكرينها وعارفينها. ولادنا اللي راحوا في كل مكان في مصر مشت بهموم ولادها في كل مكان، ماشية شايلة الأحزان. قالت أهرب من الميدان واروح مكان تاني أنسى فيه أحزاني. تنسى جروحها، تنسى جوزها اللي راح منها، واختها اللي راحت منها، السرطان خدها منها، وغير ولادها اللي كانوا في كل مكان في مصر. مش عارفة تبكي على ايه ولا ايه ولا ايه. فقالت اغير جو شوية. خدت فترة من الاكتئاب بعد اللي حصل لمصر واللي حصل ليها، كل اللي ماتوا ورا بعض، جوز اختها واختها وجوزها كله ورا بعضه. بحكي لكم عن واحدة اتألمت كتير وتعذبت كتير، واحدة مصرية من ضمن المصريين، كل واحدة ولها حكاية. قالت أمشي أغير جو وابعد شوية بعد ما خدت فترة اكتئاب رهيبة. خدت من عمرها وخدت من حياتها وخدت من قلبها وشالت شعرها للأسف. أنا أول مرة أحكي لكم حكاية زي دي. واحدة مصرية 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 شالت شعرها من كتر الأحزان، قصيته. يعني معظم الستات للأسف ما بتعبهم أو بحزانهم أو بيحصلهم حاجة، الحكاية أول حاجة بتيجي عليهم وتفكرهم الحكاية دي للأسف. وهي مرت بيها بنفس النظام وقصت شعرها، وبعد فترة من الاكتئاب قالت لأ، لازم أعمل حاجة، أنا بموت، كل يوم بتموت بالفراق، بالأحزان، باللي شايلاه في قلبها، غير الماضي والطفولة والحاجات الكتير اللي مرت بيها. قالت هسافر وانسى وحاول أغير من نفسي، أشوف ناس تانية وعالم تانية، جايز أنسى اللي أنا فيه. سافرت في مكان تاني وقالت أشتغل وانسى. مش شغل الاحتياج، شغل ان انا تتعب وتنام وتقوم تاني تشتغل عشان ما تديش لنفسها فرصة تفتكر حاجة، تنسى. عايزة تمحي الذاكرة، تمحي الأحزان، تمحي الفراق صعب جدا. فضلت تعدي وتمشي وتروح وتمشي كتير. مشينا كتير جدا وتعبنا قوي من كتر المشاوير، وقلناها كتير، المشاوير طالت بينا وعذبتنا وعذبت ليالينا. فراق أحبابنا كان صعب علينا، كل اللي راحوا منينا. بحكي لكم عن واحدة بتحب أرضها، بتحب أهلها، كل حاجة شايلاها في قلبها، حبها لمصر الكبير، غيرتها على بلدها. لما كان حد يتكلم بس على بلدها بأي كلمة أو على أي مصر بأي كلمة تبقى عايزة تاكله بسنانها. سافرت واشتغلت وجاهدت وثبتت حالها الحمد لله، بس يمكن حصل لها شوية حاجات عشان قلبها طيب قوي،
فلوس بقت تصرفها على ده على ده على ده، عشان بيصعب عليها اي حد، اي حد في محنة في زنقة في اي حاجة بقت تساعد برضو زي ما هي متعودة، لان مصرية قوي، مصرية زيادة عن اللازم. وبعدين سمعنا ان في حد هينزل في 11، فافتكرت الذاكرة رجعت بكل شيء تاني كأنه حصل امبارح. طلعت واتكلمت وعملت لايف وقعدت تعيط وخايفة على بلدها وخايفة على أهلها وخايفة الحكاية ترجع تاني، وشبح الحرب وشبح الربعة والكرداسة والعذاب اللي احنا شفناه بعينينا، وولادنا اللي ماتوا اللي بقوا يتحدفوا من السطوح في اسكندرية واللي اتحرقوا في الطيارة، كل ده في الذاكرة، كل ده افتكرته بقت تعيط وبقت منهورة، يعني مش قادرة، انهارت قدام كل العرب، مهماش مين جنبها في السكن، مهماش مين ده بقت تعيط وتتكلم وتناشد أهلها، محدش ينزل، محدش يعمل حاجة، كله يقعد في بيته، احنا بنبني بلدنا، الدنيا غالية غصب عننا اللي جرى لينا، فاحنا كل ده عشان خاطر مصر، كل ده عشان خاطر مصر، حبيبتي أمي روحي. وما كانت تتكلم في أي برنامج وتقول مصر وتحيا مصر، كان بعد الناس يقولوا لها مصر عملت لك إيه؟ مصر عملت لك إيه؟ ما أنت في بلد تانية. لا، أنا في بلد تانية عشان أغير جو، إنما مصر في قلبي، أنا رايحة شوية وراجعة لأمي. لا، عمري ما أنسى بلدي أبدا أبدا أبدا. فضلت شايلة هم بلدها في قلبها وهم المشاكل ولادها وأهلها وكل الصعاب اللي احنا مرينا بيها، وكلنا عارفين من السبب. الوقت مصر بتتبنى من أول وجديد بعزيز مصر، أنا مسميه عزيز مصر غصب عن الحاقدين. عزيز مصر ربنا يخليه فخامة عبد الفتاح السيسي ويكمل المشوار بالعمار، وولادنا الأسود اللي واقفين على الحدود في كل مكان. ربنا يحفظ مصر وجيش مصر، واصبروا شوية يا شعب مصر، اصبروا إن بعد العسر يسر، كلنا صابرين لغاية ما نعدي الأزمة إن شاء الله. انتوا لو شفتوا مشاكل العرب ومشاكل الناس اللي هناك، كله جاي مجروح من بلده، كله جاي حزين على بلده واللي حصل ليها، كلنا في مركب واحد. بحكي لكم عن أم المصريين وروح العرب. بحكي لكم على قصة بسيطة، قصة واحدة مصرية شافت معاناة ولادها، شافت ولادها في أرض الميدان، شافت بلدها بتنهار، الحمد لله بقت واقفة على رجلها، الحمد لله عمرها ما تنهار أبدا. مصر هتفضل مصر هتفضل أم الدنيا، بس هي فترة تغيير، إنك تسافر وتشوف الدنيا لأن كان عندي اكتئاب رهيب جدا، اكتئاب مميت. أنا قريبة جدا جدا من رب العالمين، بس الخبطة كانت صعبة عليا قوي. جوز أختي وأختي وجوزي ورا بعض، ما لحقتش أقلع على الأسود يعني. خلاص أنا دلوقتي 90% كل لبسي أسود. ربنا يجعل الأيام الجاية خير وسلام وتتحقق الأحلام يا رب. وأم المصريين لكل المصريين، واللي عدى ننساه، ويا رب ننسى أساه، واللي يجي بقى أحسن وأحسن. وتملي عمار يا مصر، تملي عمار يا مصر، بالنصر يا مصر، غصب عن الحاقدين. اعرفوا يا مصريين ان مصر مستهدفة من كل مكان، كل الدنيا حوالينا ملتهبة، مفيش مكان سليم، كل البلاد حوالينا ملتهبة، كله عينه على مصر. خلي بالكوا على بلادكم، خلي بالكوا على مصر. علموا ولادكم يحبوا مصر، علموا ولادكم يعشقوا مصر. ما تقولوش مصر عملت ايه، قولوا انتوا عملتوا عشان تحافظوا عليها. فيها غلطات، بس شوفوا البلاد اللي وقعت حواليكم واعرفوا ان احنا في نعمة، احنا في بلدنا، في ديارنا، في عزنا. احنا بنبقى بره ضيوف ماشيين خايفين نعمل اي غلط، لانها مش بلدنا، مش حضننا. نروح نسافر بلاد كتير، مصر هي مصر، الحنية، الحب، الاهل،
مصر.